مساء الفل على كل اللي بيسمعونا النهاردة في حلقة جديدة من برنامج أنتيكا. حكاوينا لسه ما بتنتهيش، وكل ما الحكاوي بتزيد كل ما الأمثال بتزيد أكتر. زي ما قلتلكوا قبل كده إن الأمثال هي الحاجة الوحيدة اللي الواحد بيرفع عن نفسه بيها، سواء في حزن أو في فرح. وهفضل أقول الكلام ده لأنه ماركة مسجلة عند الشعب المصري والشعوب الأخرى، بس على الشعب المصري كتيرة شوية. عشان ما طولش عليكم، مثلنا النهاردة لطيف وظريف ودمه خفيف، واحنا ما بنقولوش لكن بيحصل فعليا. هو مينوب المخلص الا تقطيع هدومه. مثل ده يعني ايه؟ ويرد شوية، اللي هو مفيش اي حد بيقوله لكن بنعيشه على ارض الواقع. ازاي بقى؟ الاول هحكي حكاية المثل ده وانتوا هتعرفوا ازاي بنعيشه على ارض الواقع. المثل ده زمان كان فيه اتنين بيتخانقوا، تجار كانوا بيتخانقوا مع بعض. المهم راحوا لشيخ صالح كده يصلح ما بينهم. هو حب ان هو يصلح ما بينهم الموضوع، لا كان ده عايز يتصالح ولا كان ده عايز يتصالح، لحد ما قامت منهم خناقه وخد وهات، وفي الاخر الشيخ هو اللي اتضرب وهو اللي اتقطع هدومه. فمن ساعتها طلع المثل مينوب المخلص الا تقطيع هدومه. وفي الاخر برضو الاتنين اتصالحوا من غير ما الشيخ يتدخل. يعني الشيخ ما كسبش حاجه، كسب ثواب وكسب يعني كل حاجه، بس ما كسبش حاجه، كسب بهدله كسب بهدله. والاتنين اتصالحوا مش من عن طريقه كمان. ايه حكايه المثل ده بقى لما بنيجي نطبقه دلوقتي في الوقت الحالي؟ طبعا احنا شعب خلقه يعني خلاص اضيق، يعني خلاص اضيق من فتحه الباب، اضيق من خرم الابره. ايه فتحه الباب دي؟ اضيق من خرم الابره. فكل واحد بيستنى ان هو يقف للتاني على الواحده. والناس اللي بتخلص بين الاتنين دول بيبقى نيتهم خير، ربنا هيحاسبهم على نيتهم دي، ربنا بيكافئ كل واحد ان هو يعمل خير. لكن يعني لازم وانت بتعمل الخير ده ان انت تصلح بين حد وحد، ان انت تعرف اذا كان عندهم نية للصلح ولا لا، علشان ما تتعبش نفسك ولا تتعب الشخص اللي عنده نية للصلح. يعني مثلا لو حد عنده نية للصلح والتاني لا مش قابل، يبقى خلاص انت كده بتتعب نفسك وبتتعب الشخص التاني. لازم الاتنين يكون عندهم نية للصلح، ولو الاتنين مش عايزين يتصالحوا خلاص في نيته لا موزيكا، يعني خلاص الحكاية انتهت. خلاص ما تتعبش نفسك اكتر من كده، ادعي لهم بالهداية ان ربنا يصلح حالهم مع الوقت. عادي جدا. مش بقول كده ان محدش يساعد غيره، لا 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 خالص. انا بس عشان عاصرت حاجات كتير وتجارب كتير جدا. مرة طلعت بسبب كلام، طلعت انا اللي عامله المشكله وانا اساسا ماليش دور في المشكله. ده اللي انا عايزه. مرات قليله الحمد لله اللي طلعت فيها كويسه، وان انا بقرب وجهات النظر. مش حاجه وحشه ان انت تقرب وجهات النظر، يعني ان انت تساعد غيرك، ان انت تقول ده فلان قال عليك كذا بالحلو. مش ان انت يعني مثلا حد يقول على التاني كلمه وحشه تروح انت تقول له ده قال عليك كذا كذا وحش. لا لا لا، ده كده انت واحد مش بتقرب وجهات النظر. ده كده واحد يعني ايه، بتعمل حريقه، اللي هو واحد بتعمل كده اللي هو ايه، فرقعه كده. لا خالص، تقرب وجهات النظر، بس لازم يكون عندك عقل شويه ان الشخص اللي قدامي عايز يتصالح ولا لا، عنده نيه للرجوع ولا لا. بيبان الشخص اذا كان عنده نيه للموضوع ان هو يرجع ولا لا. لكن خلاص انت شايفه مش عايز يرجع، انهي الموضوع. وبكرر تاني، مش معنى كده ان انتوا ما تساعدوش غيركم، لا خالص، ساعدوا غيركم واسوهم. حاولوا تقنعوهم ان شاء الله خير، ان شاء الله اللي جاي احسن. لكن ما تقعدوش بقى تتكلموا هنا تتكلموا هنا تتكلموا هنا. وممكن على فكرة لو في شخص عنده نية للصلح والشخص التاني لا، او انت قعدت مع الشخص التاني تواسيه وتديله امل ان الشخص نفسه هيتصالح، وان الشخص ده انت كده برضو بتتعبه، لان انت بتديله عشم وامل ممكن ما يتحققش. يعني انت ممكن ذات نفسك ما تقدرش ان انت تصلح بينهم، يبقى انت كده كسفت نفسك. يبقى انت هتطلع يقولك في الاخر ايه؟ طب انت ليه جيت كلمتني؟ طيب طالما انت ما مش عارف تعمل حاجة هتجيب لي نفسك برضو التهزيق. فمش هينوبك حاجة غير تقطيع هدومك، غير ان انت هتتكسف. فانت لازم يكون عندك عقل. هقولها مرة واتنين وتلاتة، وهقولها لنفسي لان دي نصيحة. يعني انا بقول المثل وبدي نصيحة لنفسي، وانا للأسف ما بعملش بيها يعني. الحمد لله. ده لان ايه، ما بحبش اشوف اتنين زعلانين من بعض.
واغلبيه الشعب المصري كده، الشعب المصري الشعب جدع جدا، ما بيحب يشوف اي اتنين متخاصمين من غير ما يصلح ما بينهم. بس يا ريت نصيحه نصيحه نصيحه، وبقولها لنفسي، لو لقيتوا حد ملوش نية ان هو يصالح ما تحاولوش معاه، ادعوا ربنا انه يهديه ويهدي وجهات النظر ما بينهم ويؤدي الخلاف ما بينهم ويبقى في صلح. لكن ما تتعبش نفسك، لان في الاخر مش هتكسب حاجة غير تقطيع هدوم. يا رب تكون وجهة نظري وضحت ليكم، يا رب تكون الحلقة عجبتكم. كان معاكم نيرة المهدي، مع السلامة.